يلا بقى لو عندك بيضتين اتنين بس وعايزة تعملي وجبة عشاء أو وجبة فطار وكمان تكون كتير ومكفية كل أفراد البيت، تعالي بقى يلا ما تنسيش الأول بس تصلي على النبي وتعملي لايك وتشتركي في القناة، وأنا هقولك بقى اعملي ايه. هنجيب بطاطساية هنبشرها كويس جدا زي ما انت شايفة كده، وفلفل كوبي هقطعه مكعبات صغيرة، وطماطم برضو مكعبات. تمام. ولو عايزة بقى تخليه حامي حط قرن فلفل حامي كمان. أول حاجة هنزل بالبطاطس، هشوحها كده تشويحة في الزيت، هحط الأول معلقتين زيت أو سمنة، ده اختياري براحتك، عايز تحطي زيت حطي، عايز تحطي سمنة حطي. إيه بعد كده بقى هشوح البطاطس كده، هبدأ بالبطاطس الأول عشان هي أكتر حاجة تحتاج تسوية. إيه وهنزل برضو بالطماطم بعديها والفلفل، وهبدأ بقى أقلب كده. في الأول كده هينزلوا مية، وبعد كده بقى إيه هحط ملح وفلفل، وبعد كده المية بتاعتهم هتنشف. هحط فلفل اسود وملح بس، مش هحط حاجة تاني خالص غير ملح وفلفل اسود بس. هقلب بقى كويس، وبعد كده بقى هجيب البيضتين اتنين بيض بس، هقلبهم كده بالشوكة او بالمعلقة، وبعد كده بقى هحطهم على وش المكونات دي كلها بالطريقة دي. هوزعها بقى بالطريقة دي كده كويس. وممكن براحتك يعني اختياري، حابة تحطي بيض اكتر عادي جدا. انا عملتها باتنين بيض بس وكانت جميلة جدا جدا. على البوتاجاز هحطها في الاول، هوطي بقى هبقى النار عالية، بعد كده هوطي البوتاجاز عليها. بس كان ده شكلها النهائي. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بقى جربوها ان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.